السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين طباخة السوسية، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وندوزو اليوم معنا بسيطلات مالحين. عندي بصلة كبيرة عفوا بشلطة. عندي مرصية ديال الدجاج، يعني نصف صدر الدجاج مقطع مرصيات مكعبات صغيرة. وعندي ربعة ديال الكروفيت، عندي سكنجبير، خرقوم عرق، عطرية بسطيلة الحوت معلقة، بابريكا، عندي الشامبينيون نوار هاشيتو في الهاشوار من بعد ما غسلته، عندي صوص نيوكمان، صوص الصوجا، شعرية الأرز. وندوز ان شاء الله لطريقة التحضير. خديت لك خاص الكاسرونه ان شاء الله، خديت لك سخون ودرت فيها جوج مرصيات ديال الحامض ورقه سيدنا موسى كما تشوفوا، ودرت فيها واحد ريش ديال الازير باش غادي ندير فيها الدجاج مكعبات كما تشوفوا هنا، باش غادي يتسلق معنا في هذا الحامض وغادي يتنسم لينا بورقه ازير، وغادي تمشي منه هذيك الجهد ديال الدجاج باش غادي يجينا مع ديال الحوت ان شاء الله، باش مني يتنسم بالعطريه ديال الحوت ما تتبقاوش ان شاء الله تفرقوا نهائيا بينه وبين الحوت، غتحبوا غير الحوت بيض والكروفيت وصافي. ندوزو ان شاء الله. خديت طنجره الضغط درت فيها بصله مشلضه، زدت عليها واحد 2 معالق ديال الزيت كبار، ودابا غادي نقليها معكم. تخليوها ان شاء الله تتقلى معكم مزيان كما تلاحظوا معايا. الدجاج معنا هو درناه كيطيب، والبصيله ديالنا حتى هي كنخليوها طيح مزيان. خليو البصيله ديالكم تتدبال والدجاج حتى هو مره تحركوه وتقلبوه. نزيدو ان شاء الله على ديك البصيله الشامبينيون هاشي، ضروري تغسلوا البنات الشامبينيون مزيان 4 المرات 5 المرات وتغسلوه وخويو عليه الماء طايب البنات من الاول، خويو عليه الماء طايب. زدت هذيك العطريه كامله ان شاء الله اللي قلت لكم على الشامبينيون. العطريه ان شاء الله تلقاوها دائما في صندوق الوصف. 2 معالق ديال الربيع، وغادي تخلطوا مزيان البنات كلشي العناصر ديالكم بهذا الشكل في الطنجره. غادي نزيد الصوجا وغادي نزيد صوص نيوكمان. الا بغيتوا البنات تستغنيو على هاد الصوجا وصوص نيوكمان راه ماشي مشكل، يمكن لكم ديروا غير العطريه ديال بسطيله ديال الحوت وديروا في بلاصه ضامه ديال الحوت وغادي يجيكم بحال ما كاينش مشكل. يعني الا ما عندكمش او ما كتوفروش عليها راه ماشي ضروريه البنات، غير هي كتزيد لذه وتزيد كتزيد لذه على لذه، وكتزيد داك الدجاج يتشرب لينا مازال صوص الصوجا وصوص نيوكمان تيجي بحال الحوت تماما. عندنا معلقه ديال الحامض هاشي كما تشوفوا، زدتو حتى هو على الطنجره ديالي نخلط، زدتوه على جميع داكشي اللي ضفت ان شاء الله. دابا غادي نزيد المكعبات ديال الدجاج حتى هما من بعد ما صفيتهم وحيت منهم داك الحامض وازير ورقه سيدنا موسى. زدتهم على المكونات وزدت القمرون كما تلاحظوا او الكروفيت، كل واحد شنو تيقول ليه، وبحال وغادي ان شاء الله نخلط المكونات ديالي حتى يندمجوا مع بعضياتهم كما تشوفوا. غادي نخلي الكروفيت كما شفتوا راني ما شحرتو ما حتى شي حاجه، علاش؟ باش كينسم ليا معاه داك الدجاج وتيجي بحال الحوت. راه تصدقوني تيجيو رائعين البنات.
هنا درت لا كاسرون الاخرى ودرت فيها كما تتشوفوا عندي 4 ديال المكعبات ديال شعريات الارز، 4 المرصيات البنات. زدتهم على داك الماء غليان وغنخليوهم ان شاء الله حتى يطيبوا شويه، يعني ماشي بزاف البنات، ما تغفلوش عليهم، غير شويه. وغتصفيوها حيت باقي غادي نزيدوها ان شاء الله على الكروفيت والدجاج. عندي هنا راس معلقه صغيره ديال سميتها السودانيه البنات، ونص حامضه معصره. من بعد ما صفيت شعيره الارز قطعتها بالمقص البنات وزدتها على كلشي المكونات اللي عندي. ودابا غادي ميلونجي كلشي البنات، يعني نخلط كلشي باش يندمج كلشي مع بعضياته. غادي نخلطها مزيان باش حتى داك شعيريه الارز كتشرب ان شاء الله كلشي، داك العطريه وداك كتنسم كلشي، داك الزيت اللي كاين وتتنسم بالمياه اللي تيطلقها الكروفيت وكتجي منسمه بكلشي. كما تتشوفوا انا ما تندير ليها حتى شي حاجه بهذه الاضافه، صدقوني راه تتجيو بحال الا كتاكلوا بسطيله الحوت تماما، ما كاينش فرق. هنا جاتني مسوسه البنات، زدت معلقه ديال الملحه حيت انا ما درتش الملحه على حسب الحامض وعلى حسب الحامض المصير اللي هاشيتو، وعلى حسب عصير حامضه ضروري كنخلي الملحه ابار البنات. ومع الصوجه دابا من بعد ما ساليتها غادي نديرها هدي غير باش نشوف، نخليها على ما تبرد ونشوف الا كان فيها شي حاجه سائله بقى ولا هذا. المهم هذا كاحتياط وصافي البنات، ماشي ضروري. المهم انا دائما قبل ما نخدم كندير بحال ما كشتوها، راه وريتها لكم ما فيها حتى شي سوائل. دوز معكم البنات ان شاء الله نقطعوا الورقه وتشوفوا تاني معايا كيفاش كنقطع الورقه اللي كنخدم بها. انا كنخدم بالورقه ديال البخار البنات. البنات انا تنعبرها بهذه الطريقه، كنقطعها على 2 وكل نصف كنعاود نقطعو، يعني كنقطع على 4 كما تشوفوا معايا. راه حاولت انني نوضح معكم كل شيء وما نزرب لكم حتى شي حاجه باش تشوفوا كل شيء ان شاء الله، كاع المراحل غير بشويه وتستافدوا ان شاء الله. اللي بغى يصيبها ولا اللي بغى يتعلم يصيبها مرحبا. ضروري البنات ملي تقطعوا الورقه ديالكم تاخذوا داكشي اللي غادي يكفيكم، ماشي كلشي، يعني كتاخذوا واحد شويه كما درت وكتجمعوا المتبقي د الورقه فواحد الساشيه باش ما كيضربهاش البرد وتكرم معكم ضروري. وكتطلقوا هذيك الورقه الاخرى، كتطلقوا واحد 6 ولا 10 كتحلوهم كتفرقوهم على بعضياتكم بهكا، كتبقاو تهزوا ورقه 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 ورقه، كتجيكم سهله احسن ما تبقاو مضاربين معها. ملي تكونوا كتخدموا كتكون لاصقه على بعضياتها. هذه الزويته بطبيعه الحال كما قلت لكم داك المره كناخذ التحميره وكنديرها في واحد القرعه وكنخوي عليها الزيت وكنخليها كتطلق حتى كتطلق مزيان. كنصفيها وتناخذ الزيت كنخدم بها. كما تشوفوا البنات العماره هي هذه. انا راه حاولت ما امكن ما نزرب معكم حتى شي حاجه باش تشوفوا على خاطركم. كندهن الورقه بالزيت وكنجمعها بهذه الطريقه. انا البنات ما كندير لا بيض لا طحين لا حتى شي حاجه، كنجمعها بهذه الطريقه وكنحطها راه كتسودي راسها براسها بلا حتى شي اضافات اخرى، لا طحين لا بيض لا والو، كتسودي راسها. ما كنجي فين نكمل كاع الكميه اللي عندي كنلقى البسطيله كرمات وداك كيتسود على راسو بلا بيض بلا حتى شي حاجه.
وبطبيعة الحال اللي ما كتزعمش دير الطحين ولا دير البيض باش ما تحلش ليها. انا ما كتحلش ليا البنات صافي، يعني هذه الخدمه كتكون عندي الخدمه كثيره كنخدم بهذه الطريقه. هذا البنات نسيت ما قلتش لكم، هذا المول ديال 5 سنتيم البنات اللي تيمشي في الملح، اللي تيمشي في الصالي، اللي كيمشيو في البلاطوات ديال الصالي، اللي كيمشيو في البلاطوات ديال المالح، هما هادو ديال 5 سنتيم. يعني السيركل ديال 5 سنتيم اللي بغيت نقول لكم، السيركل اللي خدامه به دابا ديال 5 سنتيم. كما تشوفوا هذه هي الطريقه باش كنعمر. انا حاولت نخلي الفيديو ما نزربوش لكم باش تشوفوا. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع احبابكم واصدقائكم وتبارطاجيوه. وشكرا. كما تشوفوا البنات بهذه الطريقه حاولت باش نوضح معكم مزيان وما نزرب حتى شي حاجه. الورقه اللي كتجيكم البنات ديما الورقه اللي كتجيكم زايده وانتم تتجمعوا تحاولوا تحيدوها وما تكثروش دائما الورقه، يعني جوج صافي. راه كما تشوفوا كما كندير انا حاولت باش نوضح معكم ما تفوتوهمش. وانتم تتجمعوا اللي جاتكم الورقه زايده كتغطوها ضروري تحيدوها باش ما تجيكمش البسيطله ديالكم عامره بالورقه. كما تشوفوا هذه هي الطريقه. حاولت انني نشد لكم من زاويه اخرى باش تشوفوا مزيان ونقربكم ان شاء الله من الطريقه. كنتمنى تكونوا فهمتوها ان شاء الله. هكا البنات كتدهنوا الورقه ديالكم، ضروري تدهنوها في الاول ولكن في الثانيه بلاش، وكتعمروا وكتجمعوا. انا راه حاولت باش نوضح معكم وتشوفوا مزيان كيفاش كنعمر، كيفاش طريقه العمر هذه بسطيله البنات. هكذا كتعمر اي بسطيله سواء 8 سنتيم سواء 7 سواء 5 بحال كيبقى غير الحشوه وانتم والاختيارات ديالكم. والدجاجه البنات كديروهم مرصويات كما درتو، راه حسن ما طيبوه وتفتتوه كيجي حسن. صدقوني وجربوه بهذه الطريقه وغادي تفهموني اش بغيت نقول لكم. كيجي بحال الحوت الابيض، كيجيو مرصويات وتيتشرب داك العطريه، راه تيجي ألذ ما يكون. كما تشوفوا بحال هكا. واي ورقه بانت لكم راه كنقصها. الفيديو راني حاولت ما امكن نشارك معكم كلشي وما نقص حتى شي حاجه ونخلي الفيديو على اصله وتشوفوا كلشي معايا. كما تشوفوا البنات هكا كما تشوفوا هذه هي الطريقه البنات. كنقص الورقه بهذه الطريقه صافي. المهم بانت ليا شي حاجه ماشي هي داك راه ضروري كنعاودها. بانت لكم شي ورقه تقبات راه كتسوديوها البنات، بانت لكم تقطعات راه كتعاودوا غير بهذيك الورقه نيت اللي كتنقصوا كتسوديوها. كاينش مشكل، ما تقولوش صافي راه تقطعات راه نحيدها، ولا هذيك الورقه اللي كتنقصوا بها تسوديوها البنات عادي.
كما تشوفوا انا راه ضروري ما كنبغيش تبقى حدايا الورقه البنات، كنحيدها ضروري كنخدم في نفس الوقت كنبغيش الورقه كنحيدها كنخدم. والورقه اللي بانت لي قطعتها صافي نقصها كنحيدها. كما تشوفوا هذه هي الطريقه. انا وضحت معكم البنات كلشي. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم والاصدقاء ديالكم لكي تعم الفائده ويستافدوا تما من الوصفه. الله يجازيكم بخير. كما تشوفوا هذه هي الطريقه. حاولت نشاركها معكم مزيان باش تفهموا الطريقه ديال العماره مزيان. كنتمنى يكون كل شيء واضح لكم. هكا البنات هانتوما كتشوفوا كنعمر وكنقص الورقه اللي زايده وكنعمر معكم وكنشد لكم من جميع الزوايا باش تشوفوا مزيان. هانتوما البنات انا ما كنخليش نهائيا الورقه كما قلت لكم. الورقه كنحيدها، الورقه اللي بانت لي زايده ماشي هي هذيك راه كنحيدها، راه ما كنخليهاش البنات. حتى البسطيله الا جات عامره بالورقه راه حتى شي ما كاين. ملي كتبغيو تاكلوها خاصه هذه كتكون صغيره الا تزادت فيها البسطيله الورقه عفوا تتولي تتبان كل غليظه غير بالورقه. اما ضروري الورقه اللي شايطه البنات في المونتاج تحيدوها، الورقه اللي بانت لكم زايده تنقصوها بالمقص وتعمروا وتخليوها يعني على حدها وما تنقصوش بزاف وتخليو فين تسوده مع اختها صافي. كما تشوفوا انا راه حاولت كما قلت لكم. راه ما كان انا اول مره ندير يمكن معكم فيديو شويه زايد فيه غير باش تشوفوا، حيت كاين واحد البنت في انستغرام تابعني كتبغي تتعلم وتقول لي كيفاش ندير وكيفاش نجمع البسطيله ما تنعرفش وهذا. وكان داكشي علاش كنحاول ما امكن نخلي فين يتعلموا البنات وفين يشوفوا، وبطبيعه الحال اللي معلم وكيعرف راه ماشي مشكل. كنحاولوا ما امكن نفهموا للمبتدئات واللي ما تيعرفوش يجمعوا الورقه بطبيعه الحال وما تيعرفوش ينقصوها وما تيعرفوش بزاف ديال الحوايج. فكنحاولوا ما امكن انني انا بعدا كنحاول ما امكن انني نوصل الفكره. ومرحبا بالجميع.
كما تشوفوا انا راه حاولت انني ما نزرب معكم حتى شي حاجه باش توصل الفكره ان شاء الله كما هي والطريقه كما هي. ومرحبا بكم ومرحبا بتساؤلاتكم، والله يجازيكم بخير. كما تشوفوا هذه هي الطريقة، هذه هي العمارة. هادو البسيطلات كما قلنا مالحين، الدجاج الكروفيت بحليلة ديال الحوت، حتى شي واحد ما تيفرق بيناتهم نهائيا البنات. كنتمنى تجربوهم وخليكم معنا الى نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.